لو انت عايز ترتبط ببنت والبنت دي احسن منك ماديا، هل المفروض انك تبعد عنها؟ لا، بس المفروض تسأل نفسك سؤال: هل انا شخص بكبر كل يوم وبطور من نفسي، ولا واقف مكاني ومستني الظروف تتغير لوحدها؟ هل عندك هدف وخطة ماشي عليها، ولا سايب الدنيا كده تمشي زي ما تيجي تيجي؟ عايزة اقولك على حاجة: البنت لما بتوافق ترتبط بواحد ظروفه المادية اقل منها، مش بتبص خالص هو في جيبه كام، لا، هي بتبص على مستقبله. علشان تكسب بقى الاحترام ده لازم تشتغل على نفسك، مش بس علشانها، لا، علشانك انت كمان، وعلشان اولادك في المستقبل. صدقني، الاولاد بيبقوا فخورين جدا بباباهم لما بيلاقوه شخص ناجح وبيطور من نفسه وبيكبر، بيكونوا واخدينه قدوة ليهم. خلي بالك، هو مش مطلوب منك انك تكون غني، لكن لازم تبقى طموح، عندك هدف، فاهم انت رايح فين. لان خلي بالك، البنت اللي بتحبك مش هتنبهر بفلوسك خالص، لا، هتنبهر بشخصيتك ورجولتك، هتنبهر ان انت عندك هدف وبتجري ورا حلمك. عشان كده خليك قدها لو بتحبها، لكن بقى لو ناوي تريح وتستسهل وتخليه هي اللي تشيل الليلة، فلا، يبقى سيبها لحد يستاهلها. لكن لو بتحبها، اكبر وتعلم واجتهد، وخليك راجل امان وسند ليها. خليها تكون فخورة بيك، وانت كمان تكون فخور بنفسك. في الاخر، العلاقة مش مقياسها الرصيد في البنك، لا، العلاقة ان الاتنين يكون عندهم رحلة يكبروا فيها ويحققوا هدفهم وحلمهم مع بعض.